بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فليستعد لذلك كل من أبى وكل من أعرض، فالدنيا سريعة الزوال. رحم الله من قال مضى الدهر والأيام والذنب حاصل، وجاء نذير الموت والقلب غافل. نعيمك في الدنيا غرور وحسرة، وعيشك فيها محال وباطل. وقد وضح ذلك ربنا في كتابه فقال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ضحكت الدنيا على الأغنياء فالتمسوا منها السعادة وباعوا بسببها الآخرة، لدرجة أنهم لما ناموا على خشبة الغسل نودوا من قبل الله سبحانه يا ابن آدم أين ريحك الطيب ما غيرك، أين مالك ما أفقرك، أين قوتك ما أضعفك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فليستعد لذلك كل شاب، كل طفل، كل رجل، كل فتاة، كل امرأة، فالموت لا يرحم كبيرا ولا يوقر صغيرا. الموت وما أدراك ما الموت. لنا في كل يوم ميت نشيعه، فإلى الله نشكو قسوة في قلوبنا. وفي كل يوم واعظ الموت يندب. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، إذا حط داعا لعشه ذاك يركب. نؤمن آمالا ونرجو نتاجها، وعلى الردى مما نرجيه أقرب. ونبني البيوت المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أننا نموت وتخرب. فلقد جاء رجل إلى الإمام علي رضي الله عنه ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له يا إمام لقد اشتريت بيتا وأريد منك أن تكتب لي عقد هذا البيت. الرجل فرحان، الرجل مبسوط، الرجل اشترى بيت. على فكرة البيت ده مش في مريم، مش في الساحل الشمال، ماهوش في شرم الشيخ، ماهوش في الغردقة، ده جبل في صحراء جرداء لا فيها ضوء ولا ماء. الرجل مبسوط اشترى البيت. بيقول للإمام علي يا إمام لقد اشتريت بيتا وأريد منك أن تكتب لي عقد هذا البيت حتى يبارك لي الله فيه. فنظر إليه الإمام علي وقال له يا هذا انظرني بعقدك، هات العقد بتاع البيت. تعالى لما بنيجي نشتري بيت بنقول الحدود بتاعته من هنا فلان، ومن هنا البحر، ومن هنا المصنع، ومن هنا الصيدلية. اسمع الإمام علي عمل ايه؟ قال له اشترى ميت من ميت دار. فنظر الرجل في استعجاب، استعجب يا إمام علي أنا مبسوط، أنا جاي لك، أنا اشتريت بيت، يعني المفروض تقول لي مبروك، ربنا يبارك لك فيه، يجعله تقول اشترى ميت من ميت داره. الإمام علي سكت وما ردش عليه. البيت ده فين؟ قال له حدوده 4. الأول إلى القبر، والثاني إلى الحساب، والثالث إلى رب العباد،
النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، فمن بناها بخير طاب مسكنها، ومن بناها بشر خاب بانيها. لا دار للمرء قبل الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولعلكم تأخذون العظة في أقل من دقيقتين وأختم بها تفضيلا وتكريما لمولانا الشيخ حتى لا أطيل عليه. دخل ملك الموت على ملك بني إسرائيل. ملك بني إسرائيل كان عنده كنوز ذهب، قصور. القصر الواحد بيقدر بكيلو متر في الأيام. القصر بتاعه كان بيعدي من جنبه مساحة متر مربع. ملوك هارون الرشيد له كان ملك تلتين الكرة الأرضية، ولما دخل عليه السمان وقال عظني يا ابن السمان، وكان يحمل كوبا من الماء في يده، فقال أيها الأمير هذا كوب من الماء، لو أنك في حاجة إليه بكم تدفع لكي تشربه؟ قال بنصف ملك. قال ولو حبس فيك كوب الماء كم تدفع لتخرجه؟ قال نصف ملك آخر. قال قم فتوضأ واركع واسجد لربك، فأف لملك لا يساوي عند الله شربة ماء. أمير بني إسرائيل كان عنده أموال طائلة، فملك الموت دخل عليه وبيقول له ايه؟ بيقول له يا ملك بني إسرائيل. قال نعم. قبل أن تتحدث معي جئت قابضا أم زائرا؟ قال بل جئت قابضا. قال دعني حتى أأتي بأموال. أيها الخلق، أيها الحاشية، الأمراء، الوزراء، هاتوا مال. جابوا المال في الصناديق، ونظر إليه ملك بني إسرائيل وقال ايه؟ أيها المال، أنت الذي أنسيتني ربي وقطعت رحمي وجعلتني خائضا في الدنيا. عند ذلك أنفق الله المال وقال لوزير بني إسرائيل أيها الملك أنا كنت لك طائعا إن أنفقتني في الخير، ولم أعصي لك أمرا إن أنفقتني في الشر، فلا تلومني ولوم نفسك، فأنا من تراب وأنت من تراب. اعملوا لأنفسكم وتذكروا دائما أن علم الموت أمام أعيننا ينوح. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، والله لم تموتن ولو عمرت مثل ما عمر نوح. والمتأمل في قول الشاعر وهو يقول والله لتموتن ولو عمرت مثل ما عمر نوح، لأن نوح هو أطول واحد عاش على وجه الأرض. خلي بالك، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. ده مدة الرسالة، هو عاش أكثر من كده. بعض العلماء قالوا 1000 سنة و350، وبعضهم قال 1200 عام. ولما سئل وهو نائم على فراش الموت يا نبي الله كيف وجدت الدنيا؟ قال وجدتها كبيت له بابان، دخلت من الأول وخرجت من الآخر. مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا خلق الأحشاء حيرانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، هل ترى حرف غير ما كان؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته اقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي عبد العصا في النار عطشانا. المجرمون يومئذ في النار يتهمون، والموحدون في دار الخلد سكانا.
ارجعوا إلى ربكم واعلموا أنكم فيما بينكم الآن أحياء وأقوياء وأخلياء، جميعهم أمام الله منقسرون وفقراء. القرآن الكريم كتاب الله، كتاب وكلام يسند الصدور. حان الآن موعد مع كتاب الله سبحانه وتعالى، قراءة قرآنية مباركة يتلوها على أسماء حضراتكم، علم من أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمود نجم محمد، القارئ والمقيم بقرية كفر غنام، مركز مدينة السنبلاوين، محافظة الدقهلية. أسأل الله له التوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. فتح الله له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا.
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم
إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها
النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين